السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم هذه القصة فيها من الغرابة والعجاب الكثير، حيث خطف طفل بعد أن ركن أبوه السيارة ونزلت أمه من السيارة وبقي في السيارة أمام إحدى المحلات في سوريا. نعم، حصلت هذه القصة في السبعينيات القرن الماضي، حيث كانت عائلة مؤلفة من رجل وزوجته وعندهم طفل عمره حوالي 3 سنوات، وهم في الطريق في اتجاه البيت. توقف قريب من أحد المحلات ونزل، مو على باب المحل، يعني قريب شوي منه. نزل، وبعد ما نزل هذا الرجل حتى يجيب ورد، نزلت زوجته بعد شيء دقيقة دقيقتين حتى تجيب شيء أو تذكروا شيء معين. بيرجعوا ما بيلاقوا الطفل بالسيارة، بيفتلوا بدوروا بيسألوا، ما في حدا شاف شيء ولا حدا انتبه على شيء بهاللحظات. طبعا بيروح للشرطة بيقولوا له ما فينا نعمل ضبط خلال 24 ساعة حتى يمضي عليه. وبنشوف بدأوا يبحثوا عن هذا الولد، ولكن لا جدوى من هذا البحث. بحوالي عام 1991 ميلادي يأتي شاب ومعه أفراد لعصابة سرقة لسرقة إحدى الفلل القريبة على دمشق. يدخلوا إلى هذه الفيلا، ولكن من دخول هذا الشاب إلى الفيلا ومعه شابين، يعني هو يعتبر رئيس العصابة تبعهم، بحس شيء غريب حصل معه بهذه الفيلا. بحس يعني أفكار بتاخده وبتجيبه، بحس أنه يمكن يعرف هذا المكان من قبل، أو داخل على هذا المكان من قبل، أو له في شيء هذا المكان. خاف كتير، تردد كتير، قال له خلينا نطلع، على ما يبدو هذا المكان مسكون بالجان. وأسرعوا وأخرجوا من هذه الفيلا متجهين إلى طريق العودة إلى دمشق. في الطريق سألوا أحد ليش هيك عملت وانت قلبك حاضر وما بتخاف من أي شيء؟ قال له هذا المكان أدهشني، على ما يبدو فيه جن أو مهجور من زمان أو كذا، وهي الدليل اللي جابت لنا خبر إنه هاي الفيلا ما فيها حدا وبيجوا عليها بترددوا كل أسبوع كل أسبوعين مرة. يمكن كذابة، لأنه هاي الفيلا على ما يبدو مهجورة من زمان كتير، ويمكن ساكنها الجان، وما لازم نقرب عليها أبدا، خلينا بحالنا أفضل. رجع على البيت، صار يفكر بالموضوع، شو السبب وليش هيك. اندهش باله، تعبت كتير أفكاره، اتعذب. رجع باليوم الثاني على نفس المنطقة سيارة، وصار يسأل عن فيلا للبيع. ناس دلوه، قالوا له في هون في هون. قال له لا، أنا بدي هي إذا أصحابي بيبيعوا. قال له لا والله ما بيبيعوها، هي يعني ما حدا سجل عنها وما في حد للبيع. على كل هي يعني أصحابي مو هون بالشام. قال له ما في مشكله، بس تعطينا العنوان توصل. قال له والله ما عندنا عنوان، بس انا بعرف اني ساكنين بالقريه الفلانيه، غريبين من السماء الفلانيه. راح ذهب هذا باختصار، وصل الى ذلك المكان. والشيء اللي ادهشه بهذا المكان ايضا كان سياره نوع فيات بيضاء اللون، عليها غبار واوساخ كثيره واوراق شجر. السياره شدته كثير، حس حاله ان هي السياره هي شيء له. هي السياره، شو هي السياره؟ عالم غريب، عالم مدهش. هل أنا كنت خلقان بعالم تاني؟ هل أنا يعني ولدت قبل هذا الزمان؟ كنت عايش بهذا المكان؟ أعرف هذا الشيء؟ تردد وتكثر من الحديث. ففي محل قريب على هذا البيت، على هي السيارة، قال له مرحبا أهلين وسهلين. قال له هي السيارة للبيع؟ قال له والله ما بعتقد يبيعوها. قال له أنا شايفها مهجورة وما حدا بيقرب عليها وكذا. قال له السيارات مليانة بالسوق، في الدنيا شيء جديد. قال له لا، أنا بحب هيك نوع سيارات قديمة، وهالسيارة لفتت نظري، صار لها زمان واقفة، بمرق أنا من هون، وأول مرة بيمرق المساعدة. قال له والله هي السيارة يا أبي أكيد ما بيبيعوها، لأنه هي السيارة قصتها عجيبة. قال له خير كذا. قال له شو بدك بالسيارة قصتها عجيبة؟ قال له احكي لنا. طبعا اشترى كازوزة من عند هذا الرجل وبدأ يتسامر هو وياه. قال له هي السيارة صاحبها شبه مجنون ومرته شبه مجنونة. قال له لا. قال له هي السيارة من حوالي 17 سنة ضيعوا ابنهم بهي السيارة، تركوه بالسيارة ونزلوا على محل يشتروا أغراض، رجعوا ما لقوا ابنهم، وهي السيارة مركونة هون من حوالي 17 سنة. كل فترة بيجي عامل بنظفها، كل فترة بيجي عامل بيشيل عنها أوراق الشجر واللي حواليها، ولكن هي السيارة مثل ما أنت شايفها على حالها ودواليبها نازلة بتمشي على الأرض. قال له اسألنا إذا بيبيعوها وكذا إلى آخره. قال له لا تعذب حالك، لا راح أسأل لك ولا شيء.
هذا الشاب سيارة بالفيلا، الحارة ما كتير بيتذكر، ما في شيء، ما شاف شيء، بس هي السيارة كتير لفتت نظره. بيرجع لمكانه وبيجيب مساعدينه، لأنه هو كان يعمل في عصابة وانشق عن هذه العصابة، لأنه هو عنده من ذاته وأقوى منهم يعتبر نفسه، وهو رياضي ومتمرد على اللي علموه ربوه هاي المصلحة. قال لهم بدكم تجيبوا لي اللي بيخطف اولاد، اللي كان يخطف اولاد من هون، اللي بيشغل من الاماكن هي، بدي اياه. طبعا هن صار واحد يقول فلان لا فلان لا فلان كذا، هم راحوا جابوا واحد منهم، وهو عنده مكان له وعنده شغيلته وعنده مكان بينحط فيها، لانه عم بيشتغلوا بالسرقه. كتفوه ربطوه، مين ما مين بتجيب ما جبت، قال له لا انا بحياتي ما اخذت، انا كان تخصصي بغير هاي المحافظه، بمحافظه ثانيه، انا ما بعرف شيء هون، بس اللي كان هون ياخذ فلان، وكان في قبله فلان، فيكم تدوروا عليه هون، وهن بيتواجدوا بمكان الفلاني بالقرنة الفلانية، وفي واحد خلص يعني شبه تاب بعد عن القصة كلها. ما تركوا طبعا، كبلوه كتفوه ولحشوه بالمستودع مثله مثل أي شيء جماد، وبيقدموا له أكله حتى يحصلوا على ذاك الرجل، ويتموا يدوروا على هدنك الشباب الرجال الختيارية اللي لازم يكونوا تقريبا حوالي 10 أيام. وبعد 10 أيام بيجيبوا واحد منهم. هذا الواحد اللي جابوه بيسألوه منين أخذ، في ناس منين جبت فلان، منين جبت فلان كذا إلى آخره، ما كان يعني يعترف على القصص. قال له طيب أنا منين جبتني؟ قال له أنا لا ما جبتك، لا جبتني ما جبتك كذا إلى آخره. مارسوا عليه الضغط، قال له كنا أنا وفلان بالمكان الفلاني، نحن بنوقف هون، هذا المحل مشهور، بتيجي الناس بتاخذ أغراض، بتاخذ حلويات، بتاخذ كل شيء من هون، بنسرق لنا السيارة، بنسرق لنا جزدان، بنشوف لنا شيء شغلة، بناخذ السيارة كلها مثل ما هي. بهذا اليوم في سيارة بيضة فيات وقفت، وكنت انت فيها صغير، فيها حرمة وفيها رجال، الرجال نزل على المحل وترك السيارة مفتوحة، فيه انت والحرمة، الحرمة بعد دقيقتين لحقته، نحن بدنا نيجي نسرق من السيارة، امنا قررنا ناخذك انت وتركنا السيارة. اخذناك ووديناك للمكان اللي انت ترعرعت فيه، وسلمناك لفلاني. طبعا بينقلوه من مكان لمكان، في ناس بيشترون هدول الاولاد بيحطوهم. عانى كتير وجاع كتير وعطش كتير وبكي كتير، لأنه كل ما سكت تقرصه مشان يبكي. حطوه قدام جامع، بتقعد هي بتشهد عليه مريض وما عندي غيره، من هذا الكلام اللي نحن بنعرفه ومعتادين عليه. وفلانة ردت رجعتك لفلان، وانت اشتغلت مع عصابة فلان بالسرقة والنشل وانت صغير، وكنت حربوه، وكانوا يتباروا عليك الكبار حتى ياخذوك، لانه انت ما حدا نال منك، حاولوا يتحرشوك، كنت انت ما بنعرف كيف تنفذ من هالعالم هي الزعران، بس الناس كلها تتمنى انك تشتغل معه، لانك انت ايدك كتير 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 خفيفة. هذا الشاب حب يتعقد، بلش فيهم ضرب لحتى ارتوى. تتذكر لون السيارة؟ قال له السيارة بيضاء. شو نوعها؟ قال له فيات. لانه شو سارقين 100 واحد، انا بيسرقوا لك كل سنة بيسرقوا لك واحد اثنين واحد. قال له ماشي. طبعا كتفوه وتركوه مع الثاني. وباليوم التالي جاب هي البنت اللي بتروح بتخمر لهم البيوت بالحارات، بتساوي حالها شحاده، بتساوي حالها بصاره، بتدق على البيوت، بدي شربة مي، زكاتك مين في عندك لحالك، اسم الله، ما عندك اولاد، ما عندك اولاد، وين جوزك بالشغل، بتخم البيت، بتعرف وين رايحين وين جايين، شو بتشتغلوا ما بشوف، من هالكلام يعني. هدول كتير في منهم بكل دول العالم، وخاصة في بلادنا العربية. جابها هي الدليل اللي هي اصلا دلته على الفيلا، وجابها واخذها دلها على هي القرنة، وقال لها في حرمة هون بالبيت، بجوز ما تفوتك على البيت، بجوز من برا تحكيكي، بجوز من ورا الباب، بجوز تقعد معك قدام الباب اللي اخره. المهم بدك تروحي لعندها، تدقي الباب، تقول لك بصارة، اذا قالت لك لا قولي لها يا حجة انا راح بصر لك، لاني انا بعرف انه انت عندك مشكلة وعندك غايب، وهون راح يخشع قلبها اكيد وتسمع منك. بالاول بجوز ما ترد عليكي، بجوز تطردك.
قالت له حاضر، ودلها على البيت ودلها وكل شيء، وهو اللي جابها على هذا المكان، ونطر بعيد شوي من شان لما ترجع وتعطيه الأخبار. وبتجيبي منها علامة، شو كان علامة بابنها، وبتجيبي منها بتقولي لأنه أمك ممكن تفتح تضرب بالمندل أكثر، جيبي منها كنزة أو بنطلون أو أي شيء إذا في من أثر ابنها عندها. وراحت هي البصارة منا سهلة وحربوقة ومعودة على هذا المجال، لأنه هي شغلتها بتخم الحارات وبتخم البيوت، مين عم بيجي على البيت، مين بيطلع، مين ما بيطلع، هذا البيت مهجور، هدول الاثنين موظفين، امتى بيكون البيت فاضي، يوم الخميس بيطلعوا برات الشام، إلى آخره من هذه المعلومات، وهي كثيرة ولا حدا يسخر من هذا الكلام. 90% من المصائب تأتي من هؤلاء اللي بدوروا على البيوت. طبعا راحت بصارة براجة دقت، قالت لها ما ببصر، ما بدي هالباب، ما بدي كذا. قالت لها يا حجي أنا بكشف الغايب وبعرف وين بيكون وين راح وين إجا، وسمعت عنك من الناس والجيران إنه أنت قلبك مكسور، خليني أضرب لك المندل يا حجي وما بتخسري شيء. لما سمعت الكلام قالت لها عدي قدام الباب، قعدت قدام الباب وديك قاعدة من جوا. ضربت لها، قالت لها قولي بسم الله، قالت لها بسم الله. قالت لها ابنك كان عمره صغير شي 3 سنين 4 سنين؟ قالت لها ايه. قالت لها كنتوا راكبين سيارة بيضة لما ضاع ابنك؟ قالت لها ايه. قالت لها كنتوا انتوا رايحين على محل تشتروا اغراض وضاع ابنك؟ قالت لها ايه. قالت لها يا حجي انا ما عاد فيني لاقي شيء، لاني عم بضرب بالمندل وما عم بيطلع معي شيء اكثر من هيك. في عندك شيء من اثر ابنك؟ في شيء علامة فارقة بابنك خلي امي تضرب له المندل اليوم وبكره بنفس هذا الوقت بيجي لعندك وبجيب لك الخبر؟ راحت دغري ركضت جابت لها كنزة وقالت لها ابني في علامة تحت عينه اليمين، بعينه اليمين تحت الببه بعينه اليمين نقطة سوداء. يا خطية قلبي عليه، يا ريته موجود لحتى كنا نعمل له العملية، يا ريته وعي، يا ريت يا ريت يا ريت يا ابني يا ابني، وتبكي. أخذت هي الكنزة واعطتها، أكرمتها، أعطتها مصاري وحملت حالها وراحت على المكان اللي موعدة فيه هذا الشاب، وركبت معه بالسيارة وقالت له شو اللي صار وشو اللي جرى. هو يشم الكنزة على الطريق والذاكرة تتحرك فيه أكثر وأكثر وأكثر وأكثر، حتى عرف وحس بأنه اللحظة اللي انشال فيها من السيارة بهذاك الوقت رجعت له بأنه مثل ما كانت عم توصف أمه. كمل وراح على البيت وصار يتفرج بعينه. قال لها بتروحي بكرة بنفس الوقت وأنا موجود معك وقريب عليكي، وبعد ما تبلشي تبصري لها بأربع 5 دقايق أنا رح فوت، وحسنكن عينكن حدا يفلت من هدول اللي موجودين جوا بالمستودعات. أمرك شاب صغير مو كبير بالعشرينات، بس الله أعطاه القوة، ترتيب ربكن كبير. هذا الشاب اليوم التالي أخذها وراح هو ورفقاته 2، ونزلت وراحت بصارة وبراجة ودقت على الباب، ومثل كالعادة خلتها برا. بس هلأ فتحت الباب لأنه زوجها جوات الباب، وقالت له هي بنفس اليوم إنه اجت بصارة وقالت لي هيك هيك هيك، ويمكن ابني ويمكن ويمكن ويمكن، وحكت هذا الحكي. طبعا ما معقول حدا يبصر لك إلا ما يكون مثلا عنده حلم. الرجال الدنيا أمل، ما قطع الأمل إلا بالله وانقطع الرجاء إلا بالله. يا هادي رد التي يا رب العالمين. أب وأم ما باعوا السيارة ولا جابوا أولاد، انفطر قلبهم من ذلك اليوم وبقوا حزينين على هذا الطفل لأنه هن ضيعوه وما لاقوه. ضربت لها بالمندل، قالت لها ابنك طيب وان شاء الله بيرجع لك بالقريب، وبلشت تديك تقول لها الله يسمع منك والله يسمع منك. ما تحمل هذا 5 دقائق، كان جاي وزت حاله على رجلين امه. هي شافته ولي ولي وتصيح، وتطلع الجيران
هو يبكي وهي تبكي وهو على رجليها وتقول له وقف يا أمي، ارفع راسك، كسر ظهري يا أمي، يا أمي وقف يا روحي، والله ما أكلت ولا شربت ولا تهنيت بأكلي وشربي كل عمري يا أمي، والله من شان ما أموت كنت حتى حط اللقمة غصب عني، يا أمي ما تهنيت لا بنومي، كل يوم شمت يابك وشوف سريرك وتعال شوف يا أمي، تعال شوف يا روحي، يا ريتني متت، يا ريتني يا ريتني يا ريتني. والأب يرجف ويبكي ويصرخ على وجود هذا الشاب. فاتوا معه الشباب وفوت هاي البصارة وقال لهم نحن هيك صار معنا، وأنا فت لأسرق الفيلا وهيك صار معي، وشرح لهم كل شيء صار معه. وأنا رجفت، وأنا شفتك يا أبي من يومين لما أنت مرقت، حسيت حالي بعرفك، حسيت حالي ما بعرفك. أنا لما شفت السيارة تذكرت أنا كنت ألعب بالسيارة من ورا وكيف نط وكيف ألعب، تذكرت السيارة تماما. بس معقول يا أبي 17 سنة السيارة ما تحركوها كرمالي؟ يا أبي أنا الدنيا علكتني كتير ولاكتني كتير وتعبت كتير. أنا سرحوا في النور، شحدوا علي حطوني قدام الجوامع، حطوني قدام الكنائس، داروا في بالبلاد والعباد يا أبي، وباعوني من ناس لناس، حتى اتنمردت عليهم وهربت انا ورفقاتي بعد ما كان عمرنا 17 سنة، وشكلنا عصابة. بس كنا عم نسرق، بحياتنا ما خطفنا، بحياتنا ما قتلنا، كنا عم نسرق لحتى ناكل ولحتى نعيش، ما بنعرف غير هالشغلة. انا ما بعرف اكتب اسمي، انا ما بعرف سوي شيء، انا ما بعرف غير هالشغلة هي يا ابي. وحياة من بسط الارض ورفع السماء بلا عمد، كل شيء صار ترتيب رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أشهدك وأشهد أمي وأشهد الحاضرين وأشهد الله وملائكته بعرشه وسماه إني تايب من هاللحظة يا بي. كل شيء عندي رح سلمه للدولة، من رجال ومن أموال، كل شيء بزيد يشهد الله علي وتبرع فيه لدار كفالة الأيتام. يا رب يا رب يا رب تغفر لي. قال له يا بي أنا بدي فوت أتوضأ وصلي ركعتين شكر لله عز وجل، لأني أنا صرت مصلي بحياتي شي 5-6 مرات مو أكثر، لأنه مرات كنا نفوت نسرق من الجوامع ونطلع. هدول المرات اللي صليت فيهم. يا بي بدك تعلمني شلون صلي، وبدك تروح معي هلأ على المخفر تدليني حتى سلم حالي ونسلم الناس الموجودة معي. قال له لا يا بي ليش كذا؟ قال له لا يا بي ما تخاف علي. طبعا هو بيعرفوا بالاحكام، اللي بينمسك نشل ولا كذا بيعد له 5-6 اشهر، سرقه كذا بيعد له سنه، عرفان مثله مثل المحامي مثل القاضي. بيروحوا على الشرطه هو وابوه، وطبعا ابوه هو منظم ضبط شرطه يدوروا عليه وبيقول لهم قصته وبيقول لهم حكايته، وبيروحوا بيلقوا القبض على افراد العصابه. اكبر شبكه عصابه يلقى القبض عليها في مطلع التسعينات في سوريا كانت هي عصابه خطف اولاد ونشالين وسرقه و الى اخره. بيلقوا والناس بتصير تعترف على بعضها، والاسباب اللي قام فيها كان الحكم عليه مخفف، لم يجلس في السجن لاكثر من سنه. طبعا اعاد المسروقات، اكثر الاموال اللي جناها، المسروقات اللي بيعت ما بيقدروا يجيبوها راحت، الاموال قيمه الاموال اعادها، لانه في اموال كثيره ما بيعرفوا وين مصادرها، كلها اعيدت وسلمت الى القضاء وسلمت الى اهلها ومستحقيها. وقال كل شيء بيزيد هو فيه تبرع، وكان هذا الامر غريب جدا. وهذه القصة من العجائب اللي حصلت في بلادي، طبعا حصلت في كثير من البلاد من المحيط إلى الخليج. طبعا الله أعلم دائما بأحوال الناس اللي بتصير عندها هاي المصيبة. العبرة من هذه القصة يا أخواني، لا تستخف بدقيقة واحدة أنك تترك سيارتك مفتوحة أو تترك طفل بالسيارة، أو أنت نزلتي دقيقة لتجيبي غرض وتلحقي أو تذكري زوجك بغرض من شان ترجعي ما لقيتي طفلك. 17 سنة عشتي بالمأت والمرار تبكي وما جبتي أولاد، وكنتم متعمدين ما تجيبوا أولاد حزنا على ذلك الولد. لا حول ولا قوة إلا بالله. أسأل الله الأمن والأمان لكم جميعا والحفاظ على أسركم. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.